فاستغفر الله العظيم
ثم إلى أرواح جميع النقباء والنجب والأبدال والأوتاد والأقدم والغوث إلى أرواح الأولياء المتصرفين خصوصا إلى حضرة الشيخ عبد القادر الجيلاني بن أبو صالح وكذلك إلى أرواح الشيخ محمد بن عبد الكريم القادر الحسن السلمة المدني والشيخ أبو الصمد الرضا والشيخ محمد بن إسماعيل المنجري والشيخ محمد الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن المنجري والشيخ محمد السيدي بن عبد الله بن سلطان المدني والشيخ بن خالد بن خالد بن أبي سعيد وجميع المشايخ وأصولهم وفروعهم ووالدين ووالديهم أخذنا بإذن الله تعالى بكرامتهم نسألك البركة والشفاعة والكرامة والإجازة والسلامة والعافية والمغفرة في الدين والدنيا والآخرة ظاهرا وباطنا من عذاب القبر والشفاعة إلى يوم القيامة وقيل نفسي وحسن الخاتمة ورضا والجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين ثم إلى أرواح كافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا نبائنا وأمهاتنا وجميع مشايخنا وفروعنا وأصولنا وإخواتنا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وأهل بيتنا وأصحابنا وجيراننا وجميع المعاصي والبنية وعلى الحاضرين في مجلسنا وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورضا الله تعالى شيء إلا لهم الفاتحة.
واستحمل الخير كل مولاه يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن النبي تعلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحبيب عشاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بقبل النبي توفى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك
يا
فما من سر في الصلاة يغلب المنيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا ولد سرنا وتدعونا بحبيب عمنا جل من شرب الوجود بنور غمر ومجدا وجمالا قد تبقى في العصر على مقام وتبقى في مجده وتعالى لا تدعو العيون في مجد البشر الكامل يزيح الضلال وهو الرفع بما قدر رفعة في شهوده وكمالا فسبحان الذي أبرز محمد الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحول في تعقل معاني الجلال انتشر في عالم البطون والنور وملأ الوجود الأخلاقي نور فتبارك الله الإله الكريم بشرنا آيته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجر هذه البشارة وتلقاها من قلب سليم فقد أوتي إلى صراط مستقيم.
عن شؤون خير الأنام، ولكن عزني لا تدري ما أخذت من أشراف المخلوقين، وما قضى الله لي في مولدي من الفضل الذي عم العالمين. فبقي الله يذكر في الأرض مشهورة على معنى الأيام أشهر السنين، فأعد عن بهذه الحضرة الكريمة ولعد التشرح السماء عوفافها العظيمة. ولما كانت سعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختص ما شاءت من البدية بكمال الخصوصية، فاستودعت على النور المبين واصلبا بطون من شربته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى وصل مريم العلم الكريم إلى من خصصته بالتكريم نبي الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي البلد العظيم، وأمه التي هي في المخارج بلا سيدة الكلمة آمنة، وتلقاه الخلق عبد الله والقاضي والدنيا، وضمنوا أشياء بمعونة الله محافظة على حقها ذمته وصونها، فعامله برعاية الله كما ولد عنها حملا خفيفا لا تجد له ولا تشكو منه ألما ولا عينا، حتى وشر حملا وغضب بروزه إلى عالم الشهادة بدور استطاع على هذا العالم فيضاد فضله وتنتشر فيه أثر مجده الصميم. Allah
متشوق
تعبدي في الوجود والظهور، وأظهر الله بالوجود بهجة التسليم، ووصف في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين أرضى وضعي هذا الحبيب على السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب، وامطار الوجود الذي على الوجود تهديد، فألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والله عجبا من عالم المستور ليبرز صلى الله عليه وآله وسلم كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور، نور الهدى وفانا في
الله
قالت الشفاء فأضاء لهما بين المشرق والمغرب
ظلمة ورعد مشعرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت قال إلى المغرب وأسقط ذلك عني ثم عاودتني الرعب والمشعرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت قال إلى المشرق قالت فلم يزال الحديث مني على بلد حتى ابتعث الله وكنت من أول الناس إسلاما وقد ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفي عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعاه أنه الهادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا be
وبعثهم بالمؤمنين علما ورفقا برا خلقا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق الزاد المهتمي على المعنى الجاز إذا دعا مسكين فجابه إجابة معجلة وهو الشفيع الرحيم لليتيم والأرملة له معاسنة أخلاقه الهيبة العليا التي لا داعي منها وأصدقها إلا البرية من نشر طيبه تعطرت الدروب والمنازل فبحمد ذكره وطيبة المجالس والمحافل الله بنا صلى الله عليه وآله وسلم جامع الصفات الكمالية المنفرد في غرفه وخلقه أشياء الخصوصية فما من خلق بالبرية محمود إلا هو خلقا عن سيد الوجود أجمل فيه وسعه بأشيائه وله على آخرته ومكانه والصلاة وعزمت على مجدها أخذت على نجم السماء بعنانه وقد انبسط أغلب في تدوين ما بدل عنه بوقائع مولد النبي الكريم وحكاية ذكر الله بهذا العبد المقربة من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فأنصرني أن أمسك عنه الأقلام في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ولذلك يصل كما يصل طبيب فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد المعروف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا طيبا يا طيبا يا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. ولما نزل الجبر بدلال الأصحاب وبالقوة هدية تزوجه إلى وسلم بسيدي وحبيب رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي فيه مشكورا وفعله فيه محمودا وأن يغيب عن طريق الرحمن المغفورا والتوجه بالتوجه والخالصة والصراط الموصولا. اللهم يا من إليه تتوجه لا فلو تعد ظاهرا وعلم بعزته ثم وتغشاها منه الغيوب وكل ظاهرا. نتوجه إليك يا أشرف الوسائل إليك سيد المرسلين عظيم الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عبد الرسالة والعالمين أن تصلي وتسلم على الأنزال الكاملة مستودع عبادك ورسول سرك وحافظ رعية دواتك الشاملة الأب الأكبر المعروف لك والمخصص بالشرف الأكبر في كل موضع من مواطن القرب ومظهر قاسم أمجادك في عبادك وشاكر كرسي الشادك لأهل ودانك سيد الكونين وشرف الثقلين العبد المحبوب القادر المخصوص بك بأجل الأوصال. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وحضرة الكرام من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن لا إله إلا حركاتنا وسكناتنا بعبادتنا وأن تقبلنا في جميع أقوالنا وتقلباتنا في جميع رعايتك ورصيد رعايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية أماننا وتقبل بنا ما تهرعنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في أمرض هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق الإكرام من السالكين ولأهلك الحكيم من الآمين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا نسألك في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بقول رسولك وقد جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والقابل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وأظهره وله وأظهره وحوم ببركته وشارك بهجرته أولادنا ووالدينا وأهل أمورنا ووالدنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدعيتك من قوم في جميع أقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا منصورا واكشف لهم قربة المقروبين واقضي ليل المدينين واغفر للمذنبين وارحم توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك الصالحين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وبصد حمدك بولاد الحق في جميع نواحي الأمطار وأيدهم بالنعيم من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب برأس العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب برأس العظيم من جميع البلايا واجعلنا يا رب برأس العظيم من جميع البلايا ومن رزق المكين من الزرب والخطايا أدمنا بالعمل بدعائك وصلك بخدمة الطائعين وإذا توفيت لا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه تنسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما